السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاية اقول لكم اوعي يكون عندك سطح وما تعمليش اللي احنا عملناه دوت. طلعنا طبعا على السطح وطبعا جمعنا شوية خشب كده، وعملنا طبعا الكانون اللي انتوا شايفينه ده بتاع زمان، وجبنا صينية. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده جبت طبعا اتنين رنجة، وكنت مخلله بسارية هتشوفوها في اخر الفيديو. وبعد طبعا ما ولعت النار وحميت خالص الطاسة، طبعا هنسيح الرنجة. طبعا انا خدت عيالي وخدت جوزي وفرشت على السطح وجيت هنا عشان اسيح الرنجة اهو. طبعا هي اول حاجة شقتك مش هتتبهدل ولا هتشم ريحة رنجة خالص وهتعوزي تمسحي والكلام ده، لان انا طبعا اما باكل في شقتي رنجة بمسك الشقة كلها لازم امسحها حتة حتة والبوتاجاز وكله، مع اني بسيحها برضه في الطاسة بس الريحة بتاعتها بتطلع جدا. طبعا هتعملي كده يعني ما تخافيش على السطح. لو عندك سطح عمارة اي حاجة، كل الناس طبعا عندها سطح، هتجمعي كام خشبة وكام طوبة وهتعملي الطريقة اللي احنا عملناها. طبعا عيالك اول حاجة هينبسطوا ان هما من الجو، شكل الجو طبعا والاجواء ديت، هيبقى مبسوطين جدا. عيالي ما كانوش عايزين ينزلوا، قطعت شوية خيار وشوية سلطة وشوية بصل. وطبعا دي عايزه اوريكم البسارية. انا كنت مخللاها طبعا طعمها جميل جدا جدا. هنا طبعا الرنجة بعد ما سيحتها، طبعا انا عيالي بيحبوا الرنجة كاملة ما بيحبوها السلطة، فانا بسيحها كده وطبعا بناكلها بألف هنا وشفا. طبعا البسارية ديت انا مخللاها وموريها لكم طريقتها على القناة، طريقتها تحفة بجد. يا ريت تجربوها. طبعا هنا عيالي كانوا مبسوطين جدا وجوزي ما كانوش عايزين ينزلوا كده. وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم.